Die Kamera nimmt auf. Stell dir vor, habe ich einen Editor jetzt. Kimo ist der Editor. Muss nicht da runtergehen, man hört von hier schon. من حوالي شهر كان عيد ميلاد آدم. لما زلنا سايبين الزينة بتاعت هابي بيرثداي. دي حاجة هنا بيعملوها في ألمانيا، إن بعد ما بيتم سنة، أول سنة يعني بيعلقوا حاجة زي كده، أي شكل أنت عايزه يعني تقدر تجيبها من على أمازون مثلا، ويحطوا في كل شهر صورة ليه وهو قد الشهر ده. يعني ده أول ما اتولد بيتاوب على طول زي أبوه، وهنا مثلا الشهر الأول، الشهر الثاني، الشهر الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، 8، 9، 10، 11، 12. روح هناك. ولو تسألني السنة دي عدت عليك ازاي، اقول لك السنة دي انا فعليا يعتبر ما اشتغلتش فيها، ما انتجتش فيها وما عملش فيها فلوس. يعني ما اشتغلتش ان انا اعمل فلوس، اللي هو بمعنى فلوس احوش، يعني يا دوبك اكل وشرب. وهل بسبب ادم؟ يعني بسبب جزء كبير منها آدم، ولكن أنا جاي النهاردة أتكلم بقى على الحاجة الإيجابية في الموضوع. مش الحاجة الإيجابية، هو أصلا مفيش حاجة سلبية. أنا مش ندمان ولا حتى على ثانية ما اشتغلتش فيها، أو على فرصة كان ممكن أطلع فيها فلوس أو أعمل فيها فلوس. من حوالي 5 شهور أنا أعتبر شغال زي ما قلت بنسبة 10% بس الشغل الاساسي بتاعي اللي هو تنس، علشان افضى على السوشيال ميديا واعمل شغل جانبي بجانب التنس. ولكن من قبل ال5-6 شهور دول انا اصلا شغال بقالي داخل في حوالي، يعني من اول ما ادم اتولد، من اول ما عزلنا في المكان الجديد، حوالي مثلا عدت سنه كده، انا شغل التنس بتاعي يعتبر 50%. فانا الباقي ال50% دول المفروض يعني اللي كان يتم ان انا ابقى اكتف على السوشيال ميديا طول الوقت، علشان الواحد يقدر يشتغل عن طريق الفيديو، في نفس الوقت علشان الواحد يقدر يجيله سبونسرز، يقدر يجيله مثلا اي ديل ولا حاجه يساعده في زي ما نقول المصاريف والمعيشه وكده، وبحيث في نفس الوقت برضو ان انا اقدر اركز في اللي انا نفسي اعمله في المستقبل. ايه القمر ده يا بابا؟ ايه القمر ده؟ ها؟ ايه العسل ده؟ ولكن للاسف الحاجه السلبيه اللي حصلت هو ان انا ما اشتغلتش، يعتبر ما اشتغلتش خالص في الفتره دي. يعني الفتره عدت عليا بنسبه شغل فعليا اللي انا كنت مخطط له شيء، واللي حصل حماده تاني خالص. انا اشتغلت 10% تنس و10% سوشيال ميديا. طب و80% من الوقت انا ما اشتغلتوش. فده كان بالنسبه لي طبعا حاجه سلبيه. طب انا كنت بصرف منين؟ بصرف طبعا من الفلوس اللي انا محوشها، وفي نفس الوقت يعني في كام كده سبونسر حصل مثلا بسيط جدا ساعد في الامور لحد دلوقتي، ولكن يعني دي مش حاجه الواحد يبقى فخور بيها، اللي هو ما اقدرش استمر على كده سنه كمان. ولكن الحاجه الايجابيه اللي حصلت، قبل طبعا ما اتكلم على الحاجه الايجابيه، في حاجه لازم اشرحها كده في السريع. انت تخيل معايا كده، انت في حياتك كانسان، وليه مش هقول انت، هشرح دلوقتي. في حاجات بتحصل لك مره واحده بس. رقم 1، اول مولود ليك دي حاجه بتحصل في حياتك فعلا، هي مره واحده، انت بتعيشها مره واحده، بتحصل لك مره واحده، مفيش فيها اعاده، مفيش فيها فرصه اخرى خالص، هي خلاص مره واحده بتحصل لك في حياتك. واول مولود دوت لما بيتولد، في عندك حاجات كده بتحصل برضو، بتحصل مره واحده، منها اول اسبوع، اول شهر، وطبعا اول سنه. النهارده عيد ميلاد ادم تم سنه. السنه عدت علينا كانها 10 ايام فعليا، يعني مش مصدق ان هو عدى عليه سنه فعليا. سنه ده انا لسه عامل فيديو بتاع ادم من كام يوم. كوكو كل سنه وانت طيب يا بابا. وطبعا اللي انا بشرحه دوت هيوريك قد ايه مهم جدا، بالذات لحاجات تانية جانبية برضو بتحصل لأول مرة. أول ابتسامة ليه، أول مرة يحلم بكابوس، أول مرة يقول بابا، وأول مرة يقول ماما، وأول كلمة يقولها، وأول مرة يبدأ يمشي، أول مرة يبدأ يزحف. يعني اللي أنا عايز أقوله أو أفهمهولك إن في أول فترة مع أول مولود، بجانب كل الحاجات اللي انا لسه قايلها الصغيره، اول ضحكه، اول كلمه، في حاجات هنا بتحصل لو انت ما حضرتهاش فانت يستحيل تعرف تعوضها. كل سنه وانت طيب يا قمر. تميت سنه؟
ايه التاج الجميل ده؟ ها؟ واي نعم يعني ممكن في المولود التاني تحاول ان انت تحضر الحاجات دي، ولكن بيبي الاولاني دوت اسال كده اي ام واي اب، بتبقى حاجه كده سبيشال يعني. بيبقى بالنسبه لك فعلا حاجه، احساس كده، شعور انت عمرك ما تحسه في حياتك ولا هتحسه تاني في حياتك. بتفقد زي ما نقول 20% او 30% من نفس الشعور ده مع البيبي التاني. فعلشان كده الحاجات دي كلها للاسف في نسبه كبيره جدا من الابهات ما بتعرفش تقضي وقت مع اول مولود ليهم خالص، انه يحضر معاه اول اسبوع اول سنه. في ناس ساعات بتسافر تلاقيه شهر شهرين ويرجع، ممكن واحد ما يقضيش وقت طويل قوي في اول سنه معاه. ايه بابا؟ ايه اللي انت لابسه ده؟ جعان؟ علشان كده من الحاجات الايجابيه اللي النقطه السلبيه اللي انا لسه متكلم عنها ادت برضو انها تبقى يعني وصلت او زي ما نقول اتحولت انها برضو تبقى حاجه ايجابيه، ان انا قضيت وقت مع ادم انا ما كنتش اتخيله. قضيت معاه عدد ساعات في اليوم يوميا، بعيدا طبعا عن الايام البسيطه اللي بسافر فيها مثلا عشان اقضي شغل، او اسافر مصر برضه عشان انجز شغل او يبقى عندي تصوير او في حاجه. ولكن انا فعلا قضيت معاه يوميا عدد ساعات في اليوم كافي جدا ان انا اقدر اقول الحمد لله ان انا عشت معاه كل لحظه. والفكره ان انا مش ندمان على اي دقيقه من الوقت اللي راح وما اشتغلتش فيه. بلش من خشمه، بلش من خشمه، بلش من خشمه، تعال تعال بلش من خشمه، بلش من خشمه بالظبط، بلش من خشمه. خليه يمسكها، خليه يمسكها. Sag mal, wenn ich Musik anmachen muss. يعني لو انا اعوذ بالله من كلمه انا جات لي فرصه ارجع بالزمن وان انا اقدر اشتغل وانتج اكتر بحيث ان انا اعوض الوقت اللي فات دوت، انا هرجع واختار تاني ان انا ما اشتغلش واقضي وقت كتير مع ادم. انا عارف انها مش حاجه كويسه جدا الواحد يعمل حاجه زي كده، ولكن انا فعليا مش ندمان على اي ثانيه ضيعت فيها شغل علشان اقضيها مع اول مولود، مع ابني، مع ادم، مع اول سنه ليه. Happy birthday to Adam. Happy birthday to you. Jetzt auf Deutsch? Geburtstag viele Glück, zum Geburtstag lieber Adam, zum Geburtstag viel Glück. طيب ايه المميز او ايه النصيحه في الكلام اللي انا بقوله ده؟ عادي ما كلنا بنقضي وقت كتير مع اولادنا، مش عارف كلنا برضو بنحضر معاهم اول اسبوع اول شهر. لا، اللي انا عايز اقوله ان انا عرفت ناس شخصيا واكتشفت ان العدد ده موجود كتير غصب عنهم، ان في ناس بسبب الشغل للاسف اول سنه، يعني مش اول سنه بس طبعا، يعني هو مستمر في الموضوع، بس للاسف اول سنه بسبب الشغل ضيعها في الشغل، ما عرفش يقضي وقت مع ابنه، ممكن يكون بس بالليل بعد ما يجي من الشغل. ممكن يكون مثلا الصبح قبل ما يروح الشغل يشوف ابنه ساعه ولا ساعتين، بيجي يلاقيهم نايمين، ما حضرش معاه اول كابوس او اول عيد ميلاد او اول مره يزحف او اول حركه غريبه عملها. للاسف في ناس كتير قوي ابهات، بتكلم على الرجاله يعني، للاسف فوتوا الموضوع ده بسبب الشغل. فنصيحتي ليك لو انت تقدر تقلل من الشغل، تاخد اجازه مش هتاثر عليك. تعال صوره صوره. عارف ان في مولود جاي وهيتولد مثلا كمان 6 شهور، حاول ان انت في ال5 شهور دول تضغط نفسك شغل جامد جدا، حاول ان انت تحوش فيهم مبلغ يقدر يكفيك ويغطي كل مصاريفك، وتكون طبعا يعني في فرصه، للاسف مش كله يقدر ياخد اجازه، لكن تكون في فرصه ان انت تاخد اجازه من اول ما البيبي بيتولد، ولنفترض لمده 6 شهور على الاقل، او يبقى شغلك فيه قليل او يبقى بارت تايم او حاجه زي كده، بحيث ان انت تقضي وتستمتع بكل دقيقه او كل ساعه تقضيها مع اول مولود ليك، سواء ولد او بنت، ربنا يرزق الجميع ان شاء الله. ايه ده؟ تحلى في عيد ميلادك؟ بيعمل ايه يا عم وليد؟ والله العظيم 3، لو انت اول مره تسمع الكلام ده وفي مولود جاي او بتفكر تتجوز، يا لهوي، وفي نفس الوقت بتحاول تعمل بالانس بين الشغل وبين الجواز والخلفه والكلام ده، والله العظيم 3، وبحلف كمان مره والله العظيم ما هتندم ولا على ثانيه واحده ضيعتها وان انت تقول كان ممكن اعمل فلوس اكتر، كان ممكن اشتغل اكتر، او الكارير بتاعي كان ممكن يوديني في مكان تاني. والله اول سنه بتقضيها مع ابنك او بنتك مع اول مولود، ولا في كارير ولا شغل ولا وظيفه ولا فلوس ولا مستقبل ولا سفريه معينه ولا حاجه كنت هتعملها ولا عربيه هتصلحها ولا اي حاجه خالص هتعملها توازي حلاوه الاستمتاع مع اول فتره لاول مولود ليك. فعلشان كده دي حاجه انا جربتها بنفسي،
نصيحة مني، استمتع، حاول بكل دقيقة بكل ساعة، حاول تزود عدد الساعات مع ابنك مع بنتك مع أول مولود ليك. والله العظيم هتحس إن أنت لما تيجي تفكر في الوقت ده تقول أنا حسيت إن أنا كنت عايش في الجنة. والله العظيم. اوعى يا صلاه. تسلم يا حاج. تونة صلاة ماشي، أموت في التونة. فربنا يرزق الجميع. رب أكون أفدتكم بحاجة. أشوفكم في الفيديو الجاي. مقصورة والله مقصورة. ايه ده؟ مبروك على اول حلقة. مش أنا يا شعب. Big dog status, I'm a big dog, bitch.